ضنجانة وفرحنا يا ابو عمو. عايز فانوس؟ ان شاء الله غور من هنا بدل ما تجيب بالقلم على وشك. وربنا ما تعرف تعمل حاجة. طب اهو. ايه ده يا حبيبي، في ايه؟ مالك في ايه؟ بتعيط ليه؟ عايز فانوس. العيال كلها بتلعب بالفوانيس وانا مش معايا. يا حبيبي انت كبير عن العيال بيلعبوا بالفوانيس، دول عيال صغيرين يعني، انت كبير. الفوانيس بتاعتهم بترقص وبتغني، انت ايه ما بتفهمش؟ عايز فانوس. ما بفهمش، ده انت واد قليل الادب، يعني انت هتعمل ايه بالفانوس؟ عايز العب اقول حلو يا حلو ايه كده. ده عبيط يا عيني. طب يا سيدي بكام الفانوس اللي جنبك ده لو سمحت؟ شوف حضرتك، الفانوس ده بيتباع في اي حته ب 60 جنيه، احنا بعون الله هنبيعه ب 70. زياده يعني فرده. طب الصغير اللي جنبه؟ الصغير بقى حضرتك بيتباع في اي حته ب 10 جنيه، احنا بقى بعون الله هنبيعه ب 20. فرده برضو يعني ب 20 عشان مش هقدر ارد عليك. ماشي اتفضل، ادي 20 جنيه، هات له الفانوس الصغير لو لا انا عايز ابو 70 يا حبيبي. ابو 20 عايز ابو 70 مالي. لا اكتر رخامه. يلا بقى ماشي خد اتفضل، ادي 70 جنيه اهو، اتفضل. ايه ده بوظته. هو احنا بنبيعه بايظ؟ يلا حبيبي بدل ما يضربك ولا حاجه. خد بقى انت الوحش المعفن ده، وانا هاخد الجديد الحلو ده. ايه هو الواحد بقى يعمل الخير ويرميه. لما تبقى ترميه بقى ارميه قدام المحل. هتبقى ترميه فين؟ قدام المحل حضرتك. سيبه هنا. حاضر حضرتك، حاضر. ايوه انت ايه؟ حاضر. لبيت. ايه ده؟ انت مين؟ ودخلت هنا ازاي؟ انا ما دخلتش، انا طلعت من الفانوس. انا عفريت الفانوس يا مصطفى. معقولة الفانوس الصغير ده كان شايل البغل ده كله؟ مش اشكال. المهم ما دام انت عفريت يبقى هتحقق لي كل احلامي. من عينيا، بس في 3 حاجات ماليش فيهم. 1 الغلاسة. لا الحمد لله. غلاستي انا مصنف كوميدي. شفت الكوميديا؟ 2 السياسة. برضه ماليش فيها الحمد لله. 3 الرئاسة. لا دي الحمد لله الصندوق قال كلمته. الصندوق قال كلمته؟ ده انا بقالي كتير قوي جوه الفانوس. اي 3 حاجات غير الحاجات دي يا ابن عمي انا شاكب راكب معاك. لا كشري ابو دقه ما تقولش لا. كشري ابو دقه ما تقولش لا. كشري ابو دقه ما تقولش لا. الشطه نار. كشري ابو دقه مفيش هزار. كشري ابو دقه غدا وفطار. كشري ابو دقه ليل ونهار. كشري ابو دقه كشري ابو دقه لو انت مالها هنقول له لا. كشري ابو دقه ما تقولش لا. كشري ابو دقه ما تقولش لا. يا ليلي يا ليلي يا مكرونه يا عدس يا ابو جبه يا ابو دقه. كشري ابو دقه ما تقولش لا. كشري ابو دقه 14 حاره ابو ربيع. ورجعنا تاني بعد الفاصل وبعد ما استمتعنا كلنا بالاعلان بتاع كشري ابو دقه. وصراحه يعني المعلم ابو دقه يعني قايم بالواجب وبيعمل كل حاجه معانا هنا في المحطه، محطه ابو ربيع، ودايما بيمولنا بالكشري. وزي ما انتم شايفين طبعا الكشري بتاعه لا يعلى عليه، لا في الحاره ولا في اي حته بره الحاره مفيش زي الكشري بتاع المعلم ابو دقه. بس عشان الناس ما يقولوش ان انا بعمل دعايه ولا حاجه، بس بنوصيه على البريك بتاع كل يوم بقى من الكشري يعني. ودلوقتي احنا جينا للفقره بتاعه الصحافه. وبما ان احنا بنتكلم وبنقول على الصحافه فلا بد ان نذكر ان حارتنا طلعت ياما، وصحافه بالهبل طالعه من حارتنا، وكل الصحافه الناس الجامدين اللي في الصحافه اللي احنا الجرايد والناس كلها بيطلعوا من حارتنا. ومعانا النهارده الاستاذ جمهوريه، واكتر واحد يقدر يعبر عن الصحافه هو الاستاذ جمهوريه. اخبار اهرام جمهوريه. الله معلش يا معلم جمهوريه، لو بس قربت مني خطوه كده ما تقلقش الكشري بيجي بتبانه من عند المعلم ابو دقه يعني. ولا يهمك يا باشا. يعني المعلم جمهوريه انا لاحظت يعني وانت بتقول اهرام اخبار وبعدين بتقول جمهوريه، يعني عشان انت اسمك جمهوريه؟ لا يا باشا، ده لان ابويا خلفني لما مصر بقت الجمهوريه العربيه المتحده، ومات لما بقت جمهوريه مصر العربيه، وانا خلفت بنتي مع الثوره المجيده، عشان كده سميتها مجيده.
ليه طولت يعني في مجيده؟ اصل هي طويله شويه يا باشا. يا سلام يا سلام يا استاذ جمهوريه، يعني صراحه انت اللي هتقدر تفيدنا في كل الاخبار، وانا عندي اسئله كتير. يعني لو احنا النهارده بنقول مثلا عايزين نعرف منك ايه هي اخبار الصحافه النهارده؟ بص يا باشا، الجرايد الصفراء بتبيع اكتر بكتير قوي من الترامادول والماكسي فورد وابو صليبه، وهو ده بيشيل ده. طب انت مثلا بما ان انت راجل في الصحافه وليك راي دايما في الصحافه، هل مره يعني مثلا انت جيت قلت رايك فراحت الحكومه مسكتك مثلا، ولا عذبوك ولا بهدلوك ولا حاجه؟ بص يا باشا، احنا حارتنا دي حاره حره وبنقول راينا كده بحراره. يكش بس هي مره واحده كده لما كنت بقول اقرا قرار الرئيس قبل ما يتلغي، قام حبسوني في الجامع. يعني ممكن تبقى صدفه، يعني احنا مش عايزين نظلم حد يعني، بس عموما احنا بنشكرك على رايك اللي اكيد كل المتفرجين اللي هم في الحاره، ولو اي حد سرق وصل دش من الحاره عندنا لاي حاره تانية اكيد كلكم استفدتوا واتعلمتوا من الصحافه. وهنروح لفاصل، هنشوف اعلان وهنرجع تاني. اللبن 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 بجوار كشر ابو دقه. ما تقولش لا كشر ابو دقه، ما تقولش لا كشر ابو دقه، ما تقولش لا. وطبعا رجعنا بعد الفاصل وبعد ما شفنا البان الحاج قشطه، وعايز اقول له الزبديه اللي بعتها لي امبارح ما كانتش طازه، بس يعني الكلام ده بقى مش هنتكلم فيه قدام الناس، يعني بينه وبينه يعني مش هحرجه، لان تلفزيون حارتنا النهارده عندنا حدث مهم قوي. حدث مهم قوي ان احنا البلد كلها بتتكلم في السياسه، اي حد رايح جاي بيتكلم في السياسه، عشان كده النهارده معانا منشط سياسي. حد هيقول لي يعني ايه منشط سياسي يا ابو ربيع؟ اقول له احنا عارفين الناشط السياسي، المنشط السياسي ده هو اللي بيدرب الناشط السياسي. وما دام اتكلمنا على السياسه فحارتنا غنيه مليانه بالسياس، عشان كده اشهر سياسي دلوقتي في حارتنا هو السايس عبده. تعالى 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 تعالى. جبت الضيف كده؟ ايوه تمام تمام. اهلا اهلا اهلا. الاول احب اشكرك على المقدمه اللطيفه دي يا باشا. يا باشا السايس ده اهم سياسي في مصر، يعني لو السياسيين عايزين العجله تدور، السايس عايزها تدور اكتر منهم بكتير. طب ازاي بقى العجله تدور؟ انا هقول لحضرتك مثال كله بالتوافق. يعني عندك الجراج بتاعي هتلاقي فيه من اول التوك توك لحد الميكروباص ال14، طبعا مع حفظ الارقام. يعني مثلا شايف الحاره هتروح بينا لغايه فين؟ يا باشا قبل ما تسال الحاره هتروح بينا على فين، اركب وخش رابع جنب اخوك ورا. طب الحاله الاقتصاديه مثلا اللي هي موجوده في الحاره شايفها ازاي؟ سيادتك الحاره دي زي الميكروباص، يعني لو ما عملناش للتباع محدش هيلم الاجره. يا سلام يا سلام على الحكمه، الحاره في التوقيت ده فعلا محتاجه اللي يلم الاجره. وعلى راي المثل ما تبصليش يا امور القسط رايح غبور. واضح انك انت اتمرمطت في حياتك. ما تبصليش بعين راضيه، ده انا اتنفخت في السعوديه. بعد مرحله النفخ دي احنا هنروح لفاصل اخير نشوف اعلان غريب. أنا اسمي البروفيسور محمود. لقد استغرقت أبحاثي لصنع اللاصقة 10 سنوات حتى توصلت إلى تلك اللبخة العالمية المصنوعة من دهن كبد الحوت وأوانص الفراخ ودقن هدهد يتيم ورموش نملة مطلقة. يا لها من لبخة سحرية حقا، لقد استعملتها وخسرت إنشاءين من أردافي وفخذ من أفخاذي. لقد سمعت عن تلك اللبخة، ولكني لم أصدق تلك الأعجوبة إلا بعد أن جربتها بنفسي، فلقد جربتها على أفخاذي وأثارت إعجاب جميع أصدقائي.
هيا معنا لنرى النتيجة النهائية على هذه العينة. ادخلوا ادخلوا. انظروا كم هذا الكرش التخين يشبه العوامة، وانظروا أيضا إلى تلك الخدود الملظلظة كثيرا. تعالوا تعالوا، ها نحن قد جئنا. هذا قبل اللبخة ونحن بعد اللبخة. حقا إنها للبخة سحرية. وبعد ما شفنا الاعلان يعني انا عايز اشكر كل المشاهدين، ونتقابل معاكم بكره ان شاء الله لو كان لينا عمر والمحطه ما اتقفلتش ومحدش قدم فينا شكوى عشان يقفل المحطه، عشان احنا بنقول كلام في السياسه. فان شاء الله بكره اقابلكم. وطبعا مش عايزين ننسى الرعاه الرسميين للبرنامج اللي هو الحاج قشطه بتاع البان قشطه، وعندنا كمان الحاج اللي هو المعلم دقه اللي هو بتاع كشري ابو دقه اللي هو عجيب يعني، وعندنا كمان اللبخه السحريه. بجد يا جماعه استعملوها، انا استعملتها وجابت لي التهابات. ونشوفكم بكره ان شاء الله. برضه جاي للدكتور بتاع الاحلام؟ ده دكتور هايل، جيت له قبل كده عشان يفسر لي حلم اتحقق بعديها على طول. بس انا النهارده بقى جاي له في حلم اول مره احلمه. حلم وبتحلم وكده، حلمت ايه حضرتك؟ خير اللهم اجعله خير. ماشي في غيط برسيم كل اخضر فاخضر. انت ماشي في غيط برسيم اخضر فاخضر؟ دي سهله، طور الله برسيمه والله. وحضرتك برضو جاي له عشان يفسر لك احلام؟ لا للاسف انا جاي له عشان ما بحلمش خالص. ليه ما بتنامش؟ بنام كتير بس عمري ما حلمت، عمري ما حلمت. يا عيني. ما توترنيش، انا متوتر جاهز لو سمحت. حضرتك أنا بقالي فترة بحلم أحلام غريبة جدا جدا. كل يوم بحلم بفران بتلعب كورة. بص يا سيدي، تاخد حتة الجبنة دي تحطها تحت المخدة. إن شاء الله بكرة مش هتحلم بأي حاجة. طب ما بلاش بكرة يا دكتور. ليه؟ أصل بكرة الفيران هتلعب النهائي، ده بيجيبوا حبة جوان، ده في فار جاب جون بديله. يا دكتور حضرتك انا قاعد مستني من بدري وانت قاعد مع الحركات دي. ايه ده؟ ده عايز مصيادة حضرتك. اتفضل استريح. خير. خير ايه؟ حضرتك كل الناس اللي بيجوا بيشتكوا ان هم احلامهم ايه مش عارف ايه. حضرتك انا ما بحلمش خالص. ايه؟ ده اصعب مرض. زمان ما كانش ليه علاج، لكن دلوقتي اخترعت له علاج هايل جدا. دش الاحلام. دش الاحلام؟ ايه دش الاحلام ده؟ ده دش بنركبه في السرير بطريقه معينه، وصلات معينه ليه. الدش ده هيخليك تحلم. ايه ده دش فكرته حلوه قوي. بس اهم حاجه مش عايزك تتقلب وانت نايم، عشان كل ما هتتقلب هتغير الحلم. سكر حلوة الدنيا سكر، سكر حلوة الدنيا سكر، ليلة يلا نفرح ليلة، ليلة نلقى الدنيا جميلة.